السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى بنات وستات في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا سارة من قناة وصفة من القلب. لو اول مرة تشوفوني يا ريت تدعموني بلايك واشتراك وتقولوا لي رأيكم تحت في الوصفة في الكومنتات. قناتي صغيرة وان شاء الله تكبر بدعمكم ليا. مين فينا بيحبش الفراخ المقرمشة؟ جميلة التتبيلة التحفة، الطعم الخطير اللي بيدوب كده في البق. بس دايما مشكلتنا معاها ان هي بتاخد وقت في التتبيل. ايه رأيكم لو عملناها النهاردة مع بعض بطريقة سهلة من غير ما نتبل ولا نسيبها ولا نقعدها 3-4 ساعات عشان يكون طعمها حلو من جوه؟ بس تعالوا الأول نسمي الله ونصلي على رسول الله. أنا معايا هنا دبابيس الفراخ. أنا بجيب الفراخ وبقسمها وبعمل الدبابيس كلها مع بعض وبخليها بعملها مع بعض الوصفة دي. بس أهم حاجة واحنا نقطع من المفصل، ما نحاولش نكسر العظم. وبشيل الجلد وبخرمها كده خروم بالسكينة، بتبقى هي كده جاهزة معايا. اول حاجة بجيب معايا الخلاط، بحط معايا طماطمايه وفلفلايه وبصلايه مع شوية مية وشوية من البهارات اللي بفضلها. انا بحب احط عليها ملح وجنزبيل بودر وكركم وتوم بودر، بصل بودر، 7 بهارات، شوية من البابريكا. بس ده البهارات اللي انا بضيفها عليها، وكمان نص معلقة صغيرة من الحبهان. طبعا الكميات على حسب ما انتي تفضلي. انا بحط معلقة صغيرة من الملح وبقية البهارات نص معلقة صغيرة من كل حاجة. بس كده، وبعد كده بضرب كل المكونات دي مع بعض لحد ما يكون خليط ناعم خالص. وبعدين اصفيها وباخد المية بتاعتها بس من غير التفل. في صينية او طاسة على النار هرص فيها الفراخ بتاعتي، واخد الخليط اللي انا ضربته في الخلاط ده واصفيه بالمصفى واخد المية بس. ممكن اعملها باي اجزاء من الفراخ اللي تفضلي. يعني عندك دبابيس ماشي، صدور ماشي، فرخة كاملة وتقطعيها على 8 اجزاء مفيش مشكلة، الموجود عندك. يعني الطريقة دي اعتمديها في اي فراخ موجودة عندك تستعمليها بيها، هتديكي نتيجة بجد تحفة وهتنبهري بيها. هتلاقي التتبيلة واصلة لكل حتة في اللحمة، وطعمها من جوه متبل كويس جدا، ملحها مظبوط جدا، ومستوية كويس قوي، مفيش اي دم ولا لون مش كويس او زفارة. جربيها وسريعة جدا، يعني مش بتحتاج منك وقت. انا بعمل الوصفة دي كلها ما بتاخدش معايا نص ساعة. التسوية والتتبيل والتحمير كل الوقت ده ما بياخدش حاجة. يعني هي وصفة سريعة، مش بتحتاج ان انا اتبل قبلها باكتر من 5-6 ساعات علشان التتبيل يخش جوه لحمة الفراخ ويكون طعمها كويس. لان دلوقتي هنشوف ان انا هسوي الفراخ نفسها في المية بتاعة التتبيلة دي بعد ما صفيتها. فان انا لما بسويها فيها 3/4 سوا، كل البهارات والصوص والطعم بتاع التتبيله ده كله الفراخ بتشربه، فمش بتحتاج ان انا اسيبها فيها فتره طويله عشان تاخد من الطعم. تمام، هنا كده انا صفيت الخليط ده، حطيته على الفراخ وهسيبها. بس هو الموضوع كله 10 دقايق، مش كتير. لان الفراخ احنا متقطعه صغير، مش متقطعه قطع كبيره. هي 10 دقايق بتكون شربت كمية المية دي، بتكون الفراخ بتاعتنا شربت كمية المية دي واستوت 3/4 سوا. زي ما احنا شايفين كده، هي خلاص تقريبا خلصت شربت ميتها وكمان استوت كويس. ببدأ اعمل الكفر الخارجي بتاعها واحمرها في الزيت. الكفر الخارجي بتاعها برضو اسهل مما يمكن، يعني سهل جدا ومش بيحتاج مكونات كتير. كل اللي بحتاجه كوبايتين من الدقيق وشوية من المية الباردة. بضيف على كوبايتين الدقيق معلقة صغيرة من السبع بهارات، الفلفل الأسود، الجنزبيل، نص معلقة من البيكنج باودر. والبيكنج باودر بيساعد ان الطبقة تكون هشة كده وعالية شوية معايا، ما تبقاش مكتومة، ما تبقاش عاملة زي العجين على الفراخ. السر بقى هنا في القشور اللي بتكون على الفراخ دي، بتبقى زي بتاعت بره بالظبط. ان انا باخد 2-3 مية من المية الساقعة دي واقلبهم على خلطة الدقيق بتاعي، تخلي الدقيق يمسك في بعض شوية ويعمل تكتلات كده،
التكتلات دي لما بتمسك قطع الفراخ وتتحمر بتديني شكل قريب قوي لشكل القطع الفراخ المقلية المقرمشة الجاهزة، يعني بتكون شكلها قريب قوي للجاهز. بس طعمها خطير يا جماعة، والله بجد طعمها تحفة وسهلة وسريعة وما بتاخدش معانا وقت خالص. متأكدة لو جربتي الطريقة دي هتعتمديها لولادك في البيت، وهتبطلي تشتري اي فرايد تشيكن من بره نهائي، لان هتكون بالنسبة لك سهل تعمليها في اي وقت. طريقة التتبيل، انا باخد الفراخ بتاعتي، قطع الفراخ بنزلها الاول في الدقيق، واحاول اضغط عليها كده كويس علشان الكفر يمسك فيها وما يسيبهاش وهي بتتقلي ما يفكش من عليها. اضغط عليها كده بايدي بمعلقة باي حاجة يعني. بعدين بنفض الدقيق الزيادة وانزل قطع الفراخ دي في المية الباردة، مجرد انها تنزل كده بس، وارفعها على طول وارجعها تاني في الدقيق. اهم خطوة ان انا اضغط عليها جامد، احاول ان الدقيق والقطع اللي هي زي القشور دي تمسك كويس فيها، علشان لما تيجي نقليها في الزيت ما تفكش من عليها. بعد ما احس ان هي خلاص مسكت كويس وبقت واخده طبقه كويسه كده من بره، همسك قطعه الفرخه واخبطها، انزل كل الزياده اللي عليها. وكمان علشان التكتلات دي تبدا تعمل كده الجزء اللي هو الشكل التأثيرات اللي هي بتكون عليها من بره دي، هركنها شويه على جنب، بس احاول ما اخليهاش نايمه على الدقيق علشان ما تنيمش القشور دي معايا، وتفضل زي ما هي هشة كده. زي ما انتم شايفين هنا معايا زيت غزير سخن، هنزل فيه بقطع الفراخ بتاعتي ولحد ما تاخد معايا لون حلو كده، وهي كده كده اصلا تقريبا مستوية، مش هتحتاج ان هي تاخد سوا كتير في الزيت، يعني هتطلع مستوية معاكي 100%، مستحيل تطلع ان هي نية او محتاجة تتحمر زيادة. بس واحنا بنحمرها، لو هنشيل الفراخ وهنحط طبقة تانية، لازم لو في اي قطع كده واقعة من الفراخ بتاعتنا من الكفر في الزيت نشيلها عشان ما تمسكش في الفراخ التانية اللي هنحمرها تاني ويبقى شكلها مش حلو. افكركم يا بنات، لو اول مرة بتشوفوني ياريت تدعموني بلايك وشير وكومنت، ولو ليكم اي اراء اكتبوها لي تحت في الكومنتات، سواء اراء ايجابية او سلبية. لو ايجابية طبعا ابقى متشكرة جدا ليكم وابقى فرحانة بيها قوي، ولو سلبية هحاول اتجنب الاخطاء دي. الفراخ تقريبا بتاخد حوالي 5 دقايق في الزيت وبتكون جاهزة معايا بعدها. زي ما احنا شايفين كده اخدت لون ذهبي حلو، وانا مش خايفة انها تكون مش مستوية من جوه، لاني متأكدة ان هي مستوية كويس في النار. يعني شوية الوقت اللي هي اتحطت فيهم في الزيت دي كملت سواها على الاخر. هصفيها كويس من الزيت واخرجها على مناديل المطبخ او على شبكة علشان تصفي كل الزيت الزيادة اللي فيها، وتبقى خلاص تمام. انا كده جاهزة معايا الفراخ بتاعتي، هبدأ اقدمها بشكل حلو. ممكن احط جنبها كول سلو، ممكن اعمل شوية رز بسمتي، ريزو، فرايز، باستا ريد صوص. ممكن نعمل جنبها اي حاجة احنا عارفين ان ولادنا بيحبوها تخليهم يستغنوا على انهم يشتروا اي حاجة من بره. يا ريت يا جماعة نحاول نعوض ولادنا عن اكل المطاعم باكل البيت، لانه طبعا بيكون صحي اكتر، بتكوني عارفة كويس قوي مصدر الحاجات اللي انتي بتعمليها، ومتأكدة من نظافتها، ومتأكدة ان انتي عاملاها بأحسن طريقة عندك. احسن كتير من احنا ناخد حاجة مجهولة المصدر ومش عارفين معمولة ازاي، خصوصا في الفترة دي. يعني في امراض كتير واوبئة كتير منتشرة وكده، فاعتقد ان الحاجات لو معمولة في البيت وعجبت ولادنا وعجبتنا كلنا، هنستغنى عن احنا نشتريها جاهزة، وكمان هتوفر كتير معايا في تمنها. يعني اكيد مهما كلفنا اللي احنا هنعمله في البيت مش هيجي نص سعره جاهز. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها. شكرا جدا لمشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.